وزي ما عودتكم دايما في قناتي اني بعمل لكم وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد الايد. برضو النهاردة عامله لكم فيديو سهل وبسيط خالص، ومناسبة الصيف مش هنبطل نعمل الحاجات دي، وهنعمل كل يوم حاجة مختلفة ومش هتكلفك كتير. هنعمل الكيك البارد بحاجات لا هنحتاج بيض ولا نحتاج الحاجات ولا دقيق ولا الكلام ده كله، بمكونين 2. وهكملي معايا الفيديو للاخر واقولك على كل حاجة بالتفصيل، وهتعرفي ازاي عملتها وطلع معاكي بتطلع معاكي بالطعامة والحلاوة والشكل الجميل ده. تنفعك في مصيف، تنفعك في عزومات، تنفعك طول فترة الصيف كده. اولادك هيحبوها وهيطلبوها منك على طول، ولا هتحتاج فرن ولا تحتاج منك مجهود ولا وقت خالص. سهولة وزي ما انت شايفة كده، يعني من جمالها وطعمها انا مش قادرة اوصفها بصراحة. انت مش هتعرفي اللي انا بقوله لك ده غير لما تجربيها. برضو خليكي معايا ويلا كده ما تكسليش وتشجعي وقومي اعمليها، مش هتاخد منك وقت ولا اي حاجة، وهتاكليها في نفس اليوم وهتطلع معاكي بالطعامة والجمال اللي انت شايفاه. وحابة تحطيها في قالب، تحطيها في صينية زي ما تحبيها. معلش طولت عليكم شوية في الفيديو بس عشان المقدمة خدت وقت، بس حبيت بصراحة اديها حقها، لاني بصراحة من يعني شكلها وطعمتها يعني انا كده ما اديتهاش حقها. جربيها وان شاء الله هتعجبك. وهنبدأ مع بعض على طول دلوقتي، وهقولك على كل حاجة وكل خطوة فيها، ونبدأ على طول. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا هنبدا معاكم على طول بالمكونات زي ما قلت لك في الاول، حاجه سهله وبسيطه وعلى قد الايد، ومش يعني مش هتاخد منك مجهود ولا هتكلفك كتير. كل المكونات اللي انت شايفاها في الفيديو كده اهي حاجه في منتهى يعني موجوده عندك في البيت، يعني لبن، سكر، هناخد فانيليا، هناخد جيلاتين. هقول لك على كل حاجه بالمقادير. يلا معايا نبدا على طول. انا هنا معايا حوالي نص كيلو من اللبن، تمام اهو. كان لبن عادي مش سخن ولا حاجه، يعني انا كنت غليه قبل كده وسايباه عادي في التلاجة. ومعايا نص كوبايه سكر، حابه تقللي السكر عادي، حابه تزوديه دي براحتك. ومعايا حوالي معلقتين او 3 معالق كبار جيلاتين، وقالب شوكولاته، وكيس فانيليا. اول حاجه هنجيب حاجه فاضيه زي ما انتم شايفين كده عشان هنرفعه على النار. هنبدا على طول ننزل بالنص كيلو لبن، تمام. وزي ما قلت لك السكر ده براحتك، خلي بالك ان انت هنا معاكي شوكولاته، فالشوكولاته هتدي برضو سكر زياده، فما تحاوليش تسكريها عن كده. يعني هي نص كوبايه سكر كانت معتدله جدا. وده 3 معالق الجيلاتين، وده كيس الفانيليا. وبعد كده هقلب كويس قوي، هختلطهم مع بعض، تمام اهو. مش يعني حاجة بسيطة خالص بجد والله العظيم، وادتني طعم وشكل جميل تحفة، يعني شكلها بس بيتكلم عنها، تمام. هنبدأ نقلب كويس قوي عشان السكر يدوب في اللبن والجيلاتين يدوب معانا، تمام اهو. خليكي معلش معايا عشان اقولك على كل حاجه. دلوقتي خلاص قلبتها، هجيب بقى قالب الشوكولاته اي نوع، مش شرط تجيبي اللي انا جايباه، بس انا بصراحه النوعيه دي جميله يا جماعه، اللي هي سما، نوعيتها جميله وتحفه بصراحه. فانا جبت القالب كده، وهبدا بسكينه تكون مشرشره كده عشان تبدا تقطعها معايا، او ممكن تبشريها عادي زي ما تحبي. المهم تقطعيها حتت صغيره بحيث ان انا لما احطها ارفعها على النار واحطها في اللبن تبدا تدوم معايا، ما احطهاش سليمه كده، تمام اهو. هبدا اقطعها كلها كده زي ما انت شايف. لو وصلتي بقى لحد هنا ولسه جديده في القناه وما تعرفينيش، انا رانيا، ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه وعلى قد الايد. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا في القناه ما تنسيش تقولي لي رايك في الكومنتات، وتعملي لي لايك حلو كده من ايدك اهو. هنبدا نقطعها كلها. احنا طبعا عشان الجو حر وكده انا كنت جايباها على طول من العطار، فما خدتش وقت، اتقطعت معايا على طول. هبدا بقى ايه كده، خلاص انا قطعتها، مش هحطها دلوقتي، لا هرفع الاول اللبن على النار، وبعد كده ابقى انزل بالشوكولاته وادوب كده واقلب معايا كده. انا حطيت اهوت، رفعت اللبن على النار، هنزل بقى، هبدا انزل بالشوكولاته. وزي ما قلت لك هي مش متماسكه قوي، هي كانت سايحه شويه، فهتدوب معايا على طول عشان الجو حر زي ما احنا عارفين اليومين دول الجو لا يطاق، فطبعا بنحتاج الحاجات دي كتير، فما بنستغناش عن اي حاجه. ايس كريم بقى، جيلي، زي ما قلت لك الكيك البارد ده. يعني بصراحه انا عامله سلسله كويسه جدا من الحلويات، لو عايزه تعرفي كل حاجه ممكن احطها لك في صندوق الوصف، وتقدري تدخلي وتشوفي كل حاجه تخص بالحاجات ديت، وان شاء الله هتعجبك
وبرده مش مكلفة وعلى قد الايد. يا ريت ما تزهقيش مني بس في الفيديو لو طول شويه، عشان بس ايه، هي ما بتاخدش وقت في عمايلها، بس التفاصيل اللي فيها دي محتاجاكي بس تاخدي بالك منها كويس، ما تسيبيهاش وتمشي، تفضلي كده طول ما انت واقفه تقلبي، عشان طبعا احنا هنا حاطين ماده ربط اللي هي جيلاتين. طيب هنا سؤال، لو دلوقتي انا عملت ولقيت وخلاص غليت وخدت وقتها وما ربطتش كويس وما عنديش جيلاتين تاني او مش عايزه احط جيلاتين تاني، ممكن احط ايه؟ ممكن ازود معلقتين نشا في معلقتين نشا عليهم معلقتين ميه، واقلبهم بالمعلقه كويس، وانزل بيهم على الخليط واقلبه هو على النار. هنلاقي الخليط بدأ يتقل ويتماسك كده، يبقى خلاص كده كويس. عندك جيلاتين تاني ممكن تزودي، بس زي ما قلتلك احنا بنحاول نحط المقادير بالظبط عشان تطلع معانا زي ما انتوا شفتي كده، يعني زي ما الكتاب بيقول ما تبقاش فيها غلطه. تمام؟ هنا انا كنت بوريك المراحل كلها اهي. هنا بعد ما بدأ خلاص تتقل، شايفة طبعا السمك ده مش زي القوام ده، مش زي ما كنت اول ما حطيته اهو، وهوريكي دلوقتي قبل ما اطفي على طول القوام بتاعها تقل وعمل ازاي. وزي ما قلت لك حبه لقيت القوام خفيف تقليه بمعلقتين نشا، بس اهم حاجه ما تحطيش النشا على طول كده منه على الخليط على طول، لا، دوبي معلقتين نشا في معلقتين ميه وانزلي بيهم على طول، وخليكي واقفه جنبها وقلبي باستمرار اهو. تمام كده زي ما انت شايفه كده. خلاص انا كده طفيت عليه اهو وطلعته. ده القوام بتاعه. طبعا احنا في السخونيه ما تحكميش عليه وهو لسه سخن، طبعا اما بيبرد بيبدا يتقل معاكي زي ما شفتيه في الاول. اي زي ما قلت لك بقى، اي قالب، اي صينيه، اي حاجه عندك عايزه تخليه تعملي لها شكل تعمليها كده، بس انا حبيت اعمله ايه، قالب كده زي الكيك عشان اعرف اقطعه كويس. وبنزل بالخليط كده اهو، هنزل بيه كله وبسيبها بقى في التلاجة من 2 ل 3 ساعات. تمام؟ من 2 ل 3 ساعات عشان تديك القوام المناسب اللي تقدري تتحكمي فيه وتقطعيها وتعرفي ايه تاكليها كويس. هبدأ بقى كده. خلاص انا كده خلصت ايه وصفتي بتاع النهارده. كل اللي انا هعمله دلوقتي احطها من 2 ل 3 ساعات في التلاجة واجيبها لك دلوقتي واوريها لك تشوفي شكلها وطعمها وحلاوتها وجمالها اهو. هنا خلاص كان خلاص عدت 3 ساعات زي ما انت شايفه كده، القالب متماسك اهو، بمسكه ما بيتهزش ولا في اي حاجه. طيب انا هاجي اقلبه هنا. لو انا حبيت اقلبه قبل ما تقلبيه بالسكينه بالراحه كده ومشي من الجوانب كده، حاولي تسلكيه بس عشان لو ايه حاجه ماسكه ولا بتاع، يعني هو نزل بمنتهى السهوله، بس الاحتياطي عشان نبقى عاملين حسابنا بالراحه كده وسلكيها من الجناب. وهنا بقى بعد ما قلبته ما شاء الله الله اكبر عليه في الطعم وفي الشكل بصراحه. زي ما قلتلك الفيديو بيتكلم عن نفسه اهو. شايفه اللمعه اللي فيه كده والنعوميه اللي فيها. بصراحه الشوكولاته، نوعيه الشوكولاته اللي بستخدمها دي بصراحه انا بستخدمها من زمان في اي حاجه، بتبقى جميله وجودتها عاليه وجميله، اللي هي ماركه سما. تمام؟ وزي ما قلتلك المتوفر عندك اعمليه حسب ما اللي موجود حواليكي عند العطار في الهايبر، حسب اللي موجود تقدري تجيبيه، ما تصعبيش الدنيا عليه. عايزه تضاعفي الكميه وتعملي كيلو لبن مفيش مشكله، ضاعفي كل حاجه. هاتي كيلو لبن، هاتي قلبين شوكولاته، هتزودي السكر تبقى كوبايه، هتزودي الجيلاتين زي ما احنا قلنا. تمام؟ بس الكميه دي بصراحه كانت كميه مناسبه جدا وحلوه وكفت العدد كويسه يعني. تمام؟ يعني دي لو انت مثلا في مصيف ممكن تعمليها وتحطيها معاكي وتاخديها كده وتقطعيها وتاخديها كده وتاكليها كده على الشط او في اي مكان. بصراحه بصي افكار كتير وحاجات كتير بسيطه ممكن تعمل لك جو مناسب وحلو، تخلي الاولاد يحبوا الحاجات اللي في البيت وما يطلبوش منك اي حاجه من بره. شايفه تقطعيها كده بالشوكه، طعمه وبتدوب في البق وجميله وطريه. حتى لو عندك بيبي لسه صغير ومش بيعرف ياكل ممكن ياكل من دي، وحاجه صحيه برضو لانها فيها لبن اهي. عايزاكم بقى تستنوني ان شاء الله في وصفه جديده سهله وبسيطه وبرضو اقتصاديه وعلى قد الايد، واشوفكم على خير ان شاء الله. ويلا بقى قومي تشجعي كده واعمليها، ولو عملتيها وعجبتك ما تبخليش عليا وتقولي لي رايك في الكومنتات. اي حاجه ما شاء الله، يعني ما بتتقطع بصراحه الكميه بتاعتها جميل. اشوفكم على خير ومع السلامه.